بقول لك ايه يا ست الكل؟ ما تجيبي ورقة وقلم كده وتعالي نعمل مش دلع من اللي اتمنع. احنا هندلع الروح قبل ما تروح. في حلة كده فيها شوية زيت ومكعب زبدة او سمنة عادي. شوية جمبري كده هتلاقيهم في الفريزر عندك. هنشوحهم دقيقتين تلاتة وهننزل بالبهارات اللي قدامكم على الشاشة دي. ولو انت ما تعرفوش عربي ما حصلش حاجة، خليها علينا. هننزل بنص معلقة ملح وفلفل اسود، كركم، بابريكا، كمون، كزبرة، وكمان حبهان اللي هو هيل يعني مطحون، ونص معلقة أي بهارات سمك موجودة عندك. ونسيبهم دقيقتين تلاتة مش أكتر من كده عشان الجمبري أو الروبيان ما يجلدش، يبقى عامل زي البلاستيك يعني كده. خلاص. بعد كده هنطلعهم في طبق جانبي، وكمان الصوص هنطلعه في طبق جانبي كده هنحتاجهم دلوقتي. وبعد كده هننزل بمكعب زبدة برضو أو سمنة زي ما قلنا في الأول، وبصلاية مفرومة ناعم نسيبها لحد ما تدبل. وبعد كده هننزل بمعلقة صغيرة توم مفروم. خلاص. وواحد فلفل حار او بارد على حسب ذوقكم في الاكل. وهننزل بطماطمايه متقطعه صغير، ونفس البهارات اللي حطيناها في الاول هنحطها تاني، زائد جنزبيل فريش او بودر لو موجود، مش موجود مفيش مشكله. خلاص. وبعد ما الطماطم تتسبك تدوب يعني، هننزل بكميه ميه على قد الرز اللي هننزل بيه. خلاص. طبعا على حسب نوع الرز اللي انت هتستخدميه. في رز بيحب ميه كتير، يعني لكل كوب كوبايتين ميه. وفي رز يعني بيحتاج لكل كوباية رز كوباية ونص ميه. خلاص. نزلنا بالصوص اللي احنا شلناه في الاول بتاع الجمبري. تمام كده. وبعد ما الميه تغلي هننزل بالرز المنقوع ساعة. وبعد ما يتشرب هننزل بالجمبري او الروبيان بتاعنا، ونغطي ونوطي، ونسيبه تقريبا 20 دقيقة على نار هادية جدا. ولو وصلت لحد هنا وانت مش اجنبي، صلى على النبي وادعوا لنا دعوة حلوة. لازم تجربوا الوصفة دي يا جماعة، خطيرة جدا. اعملوا معاها الدقوس، بيبقى لذيذ جدا معاها. ودي كبسة الروبيان او كبسة الجمبري، لازم تجربوها ادمان. لو جربتوها مش هتبطلوا تعملوها. سلام عليكم.